السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم إسلام، مطبخ أم سمسم معاكم. يا رب النهاردة هنعمل حاجة جميلة جدا جدا. بصوا بقى على الجمال، بصوا هنعمل القرص التحفة دي، القرص الفلاحي بتاعتنا. يلا بقى نخش على المقادير عشان أوريكم الجمال ده كله بيتعمل إزاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي معانا أنا جايبة 2 كيلو دقيق. لو انت حابة تعملي كيلو ماشي، أقولك على مقادير كيلو برضه. دلوقتي دول 2 كيلو دقيق. 2 كيلو دقيق هناخد لهم مقادير ايه؟ معانا كوبايتين ونص زيت، يعني كل كيلو ليه كوباية وربع. كوبايتين ونص زيت. ومعانا كوبايتين سكر، يعني كل كيلو ليه كوبايه سكر. معانا كيلو لبن، هو لبن رايب، هو ما كانش رايب. انا مسكت اللبن سخنته وحطيت فيه نص معلقتين خل، فقطع مني وبقى رايب. عادي مش موجود رايب، هنعمل ايه؟ هنقف عليه؟ لا عادي. انا حطيت معلقتين خل فعمل كده معايا. ومعانا معلقتين خميره ومعانا حبه ملح زي ما انت شايفه كده. دلوقتي احنا هنقلب كل المكونات دي مع بعضيها. الاول هنحط السكر مع اللبن عشان يدوب. انا حاطه لكل كيلو كوبايه سكر. لو انت مش حابه سكر اكتر انقصي حطي كوبايه يعني السكر ده اختياري، بس انا حاطه كوبايتين عشان انا بحبها كده، بحب سكرها مظبوط وجميل كده يعني. انا دلوقتي بدوب السكر مع اللبن. ماشي كده. الصلاه والسلام على رسول الله. دلوقتي معانا 3 فانيليا وواحده بيكنج بودر. هنفضي كل المكونات كده مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا دلوقتي فضينا كل الفانيليا والبيكنج بودر، وحطينا الملح وحطينا الخميره. ماشي. المقادير دي مظبوطه مظبوطه بالملي، يعني هتعملي احلى قرص ممكن تعمليها، قرص الفلاحين اللي هي بقى كده. دلوقتي انا بقلب المكونات مع بعضيها، ودوبت طبعا السكر في اللبن زي ما قلت لك. دلوقتي انا هنزل بكوبايتين ونص من الدقيق. كوبايه الشوب العاديه خالص اللي انت بتشربي فيها العصير، الكوبايه دي كلها بتبقى يعني معيارها واحد. حطيت كوبايتين اهو، والنص انا كنت مكيلاه بس حطيت في كوبايه تانية اهو كده، يبقى كوبايتين ونص بالظبط. يعني كل كيلو دقيق ليه كوبايه وربع من السمنه. يبقى كل كيلو دقيق ليه كوبايه وربع من السمنه، كوبايه سكر، نص كيلو لبن، ومعلقه فانيليا اسفه، ومعلقه خميره، وكيس بيكنج بودر، ونص لا نص كيس بيكنج بودر وكيس فانيليا. عرفتي كده معايا؟ ده مقدار الكيلو. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا دلوقتي بنبس بقى. احنا دلوقتي لما نزلنا بالدقيق بسينا بقى الدقيق لما نزلنا بالسمنه بالزيت اسفه، بسينا الزيت بالدقيق كده زي ما انت شايفه. بسي بقى جامد قوي، شربي الدقيق بالزيت اللي انت نزلتي بيه. طبعا انت لو عايزه تعملي بزبده ما يضرش، عادي حطي زبده. عايزه تعملي باي حاجه، بس انا بقى حبيت اعملك بمكونات يعني بسيطه، حاجه ما تكلفكيش، حاجه على قد الايد، وفي نفس الوقت هتديكي طعم جميل جدا. وجميل جدا. اللبن الرايب ده بيخليها طريه طراوه ما حصلتش. بسي بقى على قد ما تقدري كده، بسي مع بعض كده، بحيث ان انت تلاقي ان الدقيق اتشرب بالزيت كله اللي فيه. ماشي. بسي كده زي ما انت شايفاني انا بعمل ازاي. بس كده. انا دلوقتي هوقف الفيديو عشان ما اطولش عليكي بيه، وهرجع بعد ما اكون بسيته كده اهو. شفت عمل ازاي؟ عمل زي حبيبات الرمل كده زي ما انت شايفه. دلوقتي هنزل باللبن اللي انا عملته رايب، اللي قلت لك ان انا عملت. شايفه فيه قطع ازاي؟ انا عملت ايه؟ سخنت اللبن وحطيت عليه معلقتين خل، بصيت لي تقطع كده، هو كده بقى رايب عادي. طعمه بقى فيه المزازه بتاعه الرايب بالظبط. اعجني بقى كده زي ما انت شايفه. هو ال2 كيلو دقيقه ياخدوا كيلو اللبن بالظبط بالظبط بالملي، يعني كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو لبن. ماشي. بعد لك المقادير تاني. هو كل كيلو دقيق نص كيلو لبن، كوبايه زيت، كوبايه وربع زيت، كوبايه سكر، معلقه خميره، نص معلقه صغيره ملح، واحده نص بيكنج بودر، واحده او اتنين فانيليا. الفانيليا دي ريحه زي ما انت عايزه. لو عايزه حابه تحطي سمسم حطي، حابه تحطي اي روايح تانية انت بتحبيها براحتك. انا بحبها كده ساده، بس انت عايزه تحطي اي حاجه حطيها. ماشي كده. انا بضيع بقى الدقيق كله باللبن اللي انا حطيته. هحط كل كميه اللبن كلها، بس انا بقى بحط حبه حبه بحيث ان انا ايه اعرف العجينه تاخد بعضيها معايا. ماشي كده. انا هحط اهو مع بعض. انا مش عايزه اوقف الفيديو او عشان ما يفوتكيش حاجه، عشان تعرفي ان انت ايه العجينه تبقى ازاي معاكي. لمي لمي، انا مش بملك، فاهمه؟ او شفت انا بعمل ازاي؟ انا بلم العجينه بس بحيث ان الدقيق يتشرب بالسوائل اللي انا حطيتها. يلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا حطيت بقيه الدقيق اهو، بقيه اللبن كله. لو وصلتي لحد هنا ما تنسانيش في اللايك، ولو ما اشتركتيش انزلي اشتركي. احنا فلاحين هنعمل حاجات تحفه تحفه تحفه. حاجه الفلاحين دي مفيش بعدها. من قلب الفيوم بقى الحاجات الجميله. بصي هنا انا اهو، شفتي العجينه عامله ازاي؟ ملبن. شفتي؟ طريه بس ما بتلزقش. بصي هي طريه جدا جدا. بصي اهي، بس ما بتلزقش في ايديكي. بصي ايديا ملطه ازاي منها اهي.
اول ما توصل للمرحله دي اعرفي ان العجينه كده ظابطه 100%. تمام تمام. دلوقتي انا بقى هلم العجينه، هظبطها كده. ماشي تمام كده، بلمها بظبطها بايديا. بعدين هغطيها واسيبها تختمر. هتسيبها تختمر ايه يعني نص ساعه، عشان الجو دلوقتي حر، مش هتقعد اكتر من نص ساعه، لان الجو طبعا المطبخ احنا كنا قاعدين في ساونا، مش قادره اقول لك. هسيبها بالظبط ايه نص ساعه بالظبط. اهو دلوقتي انا غطيتها وهسيبها بقى تختمر معانا. ماشي كده، دلوقتي هي اختمرت اهي تمام بالظبط نص ساعه، ما عدتش اكتر من كده. انا دلوقتي هجيب الصواني بتاعتي وهبدا ادهنها بزيت. مم. جهزي بقى صوانيكي ودهنيها كلها بالزيت زي ما انت شايفه كده، طبقه خفيفه خالص، ما تزوديش زيت يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا انزلي اشتركي واعملي لايك 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 لو سمحتي، وانزلي اشتركي لو ما اشتركتيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شفت دلوقتي احنا عملنا ايه اهو. لمي لمي كده، بصي اعمليها بقجه، شايفه البقجه ازاي؟ اهو، بططي كده على ايدك وحطي في الصينيه بتاعتك. اهو اعملي بقى، بصي القطعه اللي انت عايزاها، عايزاها كبيره بقى عايزاها صغيره، اعملي على قد ما انت عايزه، على قد القرصه اللي انت تحبيها، كبيره صغيره براحتك. انا بحبها كده يعني ايه الوسط، اللي هي كبيره ولا هي صغيره، يعني بتبقى تقريبا اكبر من بتاعه الفرن حبه. ايوه بتبقى كده تمام. شايفه ازاي انا عملت كام واحده معاكي؟ هقرب الصينيه عشان اوريكي. ايوه اهو بصي تمام كده. معايا اهو واحده كمان معاكي. دلوقتي انا هضطر ان انا اوقف الفيديو بقى. عملت اتنين، عملت كام واحده اهو، عشان اكمل الكميه اللي عشان ما اطولش عليكي الفيديو. هكمل الكميه ونرجع مع بعض. ماشي، اعمل كمان واحده يلا، خليها عليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بطلت واحده كمان اهي. العجينه زي الملبن وما شاء الله مرتاحه جدا جدا. يعني بصي عامله ازاي في ايديا، يعني هي طريه بس سبحان الله مش بتلزق، طريه جدا بس ما بتلزقش في ايديك، ملطه خالص من ايديك، جميله جدا بصراحه، جميله جميله حاجه كده خيال. اول مره هتعملي قرص لو عملتيها بطريقتي دي. بصي اهو. يلا بقى انا كده هكمل الكميه وهنرجع مع بعض. متنسانيش في اللايك، ولو ما اشتركتيش انزلي اشتركي. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهو شفتي هنا احنا عملنا اهو مع بعض. بصي عملت كل الكميه معاكي اهي، دي كل الكميه كده تمام اهي. دلوقتي بقى يلا، هي انا سبتها بالظبط نص ساعه بعد ما بططتها ورحت اولع الفرن. اوعوا تضحكوا على فرني، انا بقول لكم انا فرني بقاله 20 سنه، فرن معمر بس بسم الله ما شاء الله زي الفل. وتجاز مش قادره اقول لك، جاء الظهر عليه وفنى زي ما بيقولوا. بصوا بقى الجمال، 10 دقايق بالظبط، مفيش 10 دقايق، يمكن 5 دقايق وادانا اللون ده. بصوا الجمال، هي كده مقربه. انا حطيتها فوق بقى عشان اللون، واحط اتنين تانيين في الفرن من تحت. اهو كده انا بحط اتنين تانيين، ايوه اهو. مجرد الاقيه بدا ياخد لون اطلعه فوق، اتاكد بس ان من تحت احمر شويه. بصوا بصوا بصوا، ايه رايكم في الجمال ده؟ بصوا الجمال، تحفه، حاجه كده خيال جميله. شفتوا اللون؟ ما انا مش حاطه لا بيض ولا حاطه اي حاجه عليها، بس هو كل اللي انا عملتها وحطيتها، مش دهنها وشها اي حاجه، هي كده ده لونها طبيعي. يعني بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا جدا. هروح انا اسوي الكميه كلها، هسوي الكميه كلها ونرجع بقى مع بعض اوريكم الاتنين كيلو عملوا قد ايه. بصوا الجمال، دول 2 كيلو، تخيلوا 2 كيلو اكتر من 80 قرصه، والله اكتر من 80 قرصه، والله يمكن 100 كمان. بصوا، وقلبها بقى سفنجه، يعني حاجه كده، حاجه جميله جميله جميله، سفنجه كده. بص الكاميرا ظلمها ظلمها، اقسم بالله هي مظلومه في التصوير. بصوا بتاكليها كده تحسي ان هي بتدوب في بقك، ما تعرفيش هي قرصه ولا هي غزل البنات، مش عارفه، هي حاجه زي كده. يلا ما تنسينيش في لايك بقى، ولو ما اشتركتيش اشتركي. السلام عليكم ورحمه